السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله راكم كاع غاية وصحتكم لاباس. اذا شفتوا هذا الفيديو في الصباح نقول لكم صباح الخير، صباحكم منور معطر بذكر الرحمن، صباحكم كله نشاط وحيويه ان شاء الله بربي. اذا شفتوا في العشيه ثاني نقول لكم مسيتكم بالخير ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم كما راكي تشوفي ميتي جبت لك زيتون كاسي تاع المحلات بصح في الدار، يعني كل شيء تخدميه بيدك، حاجه نقيه تنقي بيدك، تغسلي بيدك، تقلعي الملوحه، حاجه بزاف شابه. انا هذه الوصفه راني معتمدتها في زمان ودائما كل رمضان ولا حتى في الفطر ونديروها وعادي، وما كاش مايده في رمضان ما فيهاش هذا الزيتون كاسي ولا الحرور مرقد ولا المهم حاجه ناكلوها مع الشوربه ولا مع الحريره. كما راكم تشوفوا زيتون كاسي حاجه كما قلت لكم منقيه. من فضلكم ميمتي ولا خيتي ولا حتى بنتي ديروا لنا جيم على لا فيديو اشتراك اذا بغيتوا زعما، واذا ما بغيتوش عادي ماشي مشكل. المهم هذاك الجيم برك يطلع تفاعل ويشوفوه عدد كبير من الناس، هكا باش كل وحده قيس اللي شافت الفيديو ان شاء الله بربي غير تشوفوه دروك الصباح تشري المكونات ودير المكونات كما قلت لكم حاجه يعني ما شريتش حاجات بزاف وما شريتش بزاف ثاني غالي. مثلا شريت، كاين اللي شريت كيما هذا الحرور الرقيق، هذا شريت 20,000. الزيتون هذاك الأخضر 10,000. الزيتون الكحل 10,000. والكورنيشو غير ما بانتلكمش شريته 30,000 ميزان. وهذا البيدو جابه لي كيما هكا خويا مشكل ب50,000، يعني فيه الحرور هذاك الموف الأخضر، فيه هذاك القناوة ولا ما عرفتش هذيك شتاي هي. جبت زوجوية كيما هكا، نتوما جيبوا زوج ولا ثلاثة، زوج حبات تاع الزرودية يكون ثاني حجم متوسط ولا كبار ولا لا بغيتو الزرودية بزاف. جبت زوج حبات تاع بسباس كما راكم تشوفوا، انا كنت ديجا قالعه لهم هذوك السيقان تاعهم مانيش مخليتهم. اذا بغيتو شوفلر ديروا الشوفلر يجي شباب صراحه، انا الدار ما يبغوش الشوفلر. واذا ثاني كانت عندكم هذاك البروكلي الاخضر ثاني ديروا هذاك البروكلي الاخضر ثاني يجيكم بزاف شباب. كما راكم تشوفوا نبدا بالبسباس هو الاول، الزروديه باش نديرهم في الماء، نجي هكا نقطعهم كما راكم تشوفوا في الفيديو، نقطعهم بالطول ومن بعد نعاود نديرهم مربعات يكونوا صغار، يعني ماشي كبار بزاف ولا تخلوهم هكا طوال، صغروهم باش بعدا كاين اللي ما يبغيش البسباس بصح كي طيب ولا كي من بعد كي يتخلل مع المكونات الاخرى ما غاديش يبان كاع اصلا. قطعوه كيما هكا رقيق رقيق وديروه في بورتمونجي، ديروا له. شوفوا انا ما عنديش الخل لا الاحمر لا الاخضر، في النهار اللي خدمت ما كانش، درت مغرف صغيره كيما هكا معمره مليح تاع ملح، وجبت كاس تاع ماء يكون مغلي وغطيته وخليته ساعه. ثم اذا عندكم ديروا مغرف تاع خل ابيض ولا ديروا عصره تاع ليم. انا نسيت باش ندير عصره تاع ليم، الليم كاين في الدار ونسيت صراحه. ديروا مغرف تاع خل ولا عصره تاع ليم، خلوها واحد الساعه ولا، ومن بعد قلعوا وصفوا. الزرودية كيف كيف ثاني نقطعها ثاني هي رقيقة عادي، حنا الزرودية ناكلوها ما يهمش زعما لا هي رقيقة قاع بزاف ولا غليظة، المهم هنايا قطعتها بالقطعة المبرجة. ثم إذا تبغوها رقيقة رقوها، إذا ما تبغوهاش ثاني عادي خلوها كيما هاك ماهيش مشكلة. الزرودية راها تتكل أصلا نية ونورمال ياكلوها. كيما درت للبسبس ثاني هي ندير لها مغرف تاع ماء وندير لها عفوا مغرف تاع ملح وندير لها كاس تاع ماء مغلي. كيما قلت لكم اللي عندها الخل دير الخل ولا ديروا عصا تالي. انا الخل ما كانش كاين صراحه واللي من نسيت هذا الحرور خدمته البارح للامانه، واليوم راني سجلت نطلع لكم الفيديو. جبت كميه تاع الحرور كما راكم تشوفوا هذاك المرقد نغسله مليح باش تروح لي منه هذيك الملوحيه تاع الماء. نجيب ثاني كميه تاع كورنيشون حتى هي نغسلها مليح. اللي لا تبغوا الكورنيشون بزاف في الحرور ديروا، يعني انا هذه الكميه شفت والله يبارك هذيك البلاره اللي دارتها لي، بلاره بسم الله ما شاء الله معمره تشد لنا بالك 15 يوم ولا تقريبا حتى 20 يوم. احنا في الدار ناكلوا الحرور فتشد لنا ايامات ان شاء الله بربي في رمضان. كما شفتوا نغسلهم ونديرهم يستقطروا. نجيب هذاك البيدو شوفوا هنايا راني فرغته كاع بصح من بعد جاني بزاف، درت نصه وخليت نصه، نص اللي خليته عاودت رجعت هذاك الماء اللي صفيته منه، يعني خليت الماء تاع هذاك المالح ما قصته ما والو، ماه مالح حار ما خاصه حتى خصاص. عاود رجعت كي فرغت كيما راكم تشوفوا جاتني بزاف، رجعت غير هذوك ما عرفتهاش حتى هي الامانه، ما عرفتها كورنيشو كي حليتها صفى فيها الزريعه بالك حرور ولا ما نعرفش حتى هي ديك الحاجه. فدرت النص وخليت النص يعاود يكمل لنا هذيك
باللاره كبيره، نعاود نصنع كميه واحده اخرى. انا درتها كيما هكا، راه بقى لنا ان شاء الله بربي على رمضان، الله يدخلها علينا بالصحه والعافيه، وكاع ملمومين وكاع مجمومين يا ربي في ديارنا مع وليداتكم ان شاء الله. ف منا على هكا بقى لنا ذا 12 يوم ولا 11 يوم من رمضان ان شاء الله. يترقد مليح كاع هذيك البنه، كاع هذاك الحرور، هذوك كاع المكونات تطلق مع بعضها كما شفتوا. نغسل هذا ثاني، تروح لي منه هذيك الملوحيه، ونديره يسقطر. لازم كلش يقطر، ما تقعديش فيه من الماء، لانه لا قعد الماء هاو يخسر. جبت هذا الزيتون كما قلت لكم 10,000 تاع زيتون، هذاك تاع طاجين نورمال، هذاك ما فيش العلفه، بصح هذاك اللي كان في الفيديو كما شفتوا راني وريت لكم فيه العلفه، فبغيت ننوع. جبت ثاني هو هذا الزيتون وغسلته. الماء اللي راني نغسل به الماء حاميه للامانه. جبت الزيتون هذاك، عاوتاني نجيب الزيتون الكحل. ذاك الزيتون الاخضر ما درتهش كاع، درت من نفسه من بعد عاود زدت ديك الكميه اللي خليتها، حسيتها جاني قليل. الزيتون الكحل ثاني هو درته كاع صراحة 10,000 تاع زيتون كحل ما يشب بزاف، لأنه أصلا الزيتون الكحل غالي على الزيتون الأخضر، ف10,000 ما عطانيش كمية مليحة يا ربي. واحد زوج مغارف ولا 3 تاع ماكلة. غسلته حتى هو ونسكره كيما هكا، نديره بجيه مع هذاك الزيتون الأخضر، ونخلي كلش يقطر لي. بالك شوفوا، بالك خليتهم واحد الزوج سوايع. هنايا الزيتون هذاك الأخضر شوف كيفاش درت. جبت، ما وريتلكمش الفيديو، جبت غير فرشيطة وشويتها بها، درتها على الريشولة كحل حتى حمات مليح، وشويته بيها يعني هكا، حطيت عليها باش تجيني فيه ذيك بنة الشوا. ندير هذاك الزيتون الكحل، ندير الاخضر، نجيب باسينه كبيره، لانه كما شفتوا كما قلت لكم كميه بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لهذا الحرور غادي نقلع على هذوك الريسان تاعه، ما بغيتش ريسان بزاف طوال هو. وهذاك هذيك حاجه ما عرفتهاش صراحه. قولوا لي نتوما في التعليقات اللي تعرفها شتي هي حاره، بالك يكون حرور بهذيك النوعيه ولا ما نعرف. نجي نقلع لهم كاع هذوك الريسان تاعهم غير زياده طوال بزاف، ونعاود نسكر، ندير هذيك الزروديه، ندير هذيك البسباس، هذوك الحرور، نجي نقطع كل شيء اللي درته غادي نقطعه. وغادي تشوفوا ثاني غادي نزيد الثوم، غادي نزيد راس حانوت، غادي نزيد زريعه البسباس، غادي نزيد الزعتر، النكهه نزيد لها الفلفل العكري الحلو. الا كانت عندكم هريسه منزليه ديروا، اللي خادمينها في الدار ديروا، ولا الا بغيتوا ثاني البنه تحرو ديروا العكري الحار. للامانه شوفوا هنايا درت هذاك حرور، درت الكورنيشو، جبت حبات كيما هكا، بديت نقسم فيهم صغير صغير، وخليت 5 حبات ولا 6 حبات قسمتهم هكا، وخليت حبات طوال باش يبانوا باللي كورنيشو ماشي غير كاش حاجه كحله. ولا راكم عارفين الناس راه تلعبها، يشوفوا حاجه ما يعرفوهاش يقول لك ما نعرفكاش تاهي. ونجيب هذاك ثاني ذاك الحرور، شوفوا هنايا ذاك الاول نسيت ما فرغتلاش الماء تاعه، نقطع ثاني حتى زوج جويه ولا كيما هكا تاع حرور، ونخلي الباقي. المهم كلش غادي ندير منه. شوفوا يجيكم حار، انا هذه الوصفه راني معتمدتها، ديروها وعينيكم مغمضين وتنجحوا فيها ان شاء الله بربي. بالنسبه هذا الحرور الكبير، عفوا هذا الحار، فدرت انا غير زوج. ثم لا بغيتوا تكثروا ديروا، قلعت لها شويه تاع الزريعه وخليت الزريعه هي الحاره. وشوفوا كيفاش غادي نقطعه رقيق، ونص واحد اخر غادي نقطعه مربعات صغيره. النص هذا نديره كيما هكا دوائر كيما راكم تشوفوا قدامكم، والنص نديره مربعات صغيره. هذا راهو حار، هذا الحرور اللي راني كنت نقطع به صراحه حار. انا قطعت غير بيديا وحرقوني يديا. هنايا شوف، هي الفيديو راه يهدر، وبغيت نفتح لكم واحد القوس. بالنسبه راني نشوف تحضيرات رمضان، انا ما عنديش هذا التحضيرات البزاف. حرور، ندير عجينه مورقه، ندير العجينه تاع ليكيش، حاجات بسيطه. راني نشوف واحد الاخوات في اليوتيوب داروا البصله، راباوها ولا ميكساوها وجمدوها. البصله سمحوا لي ما ترابا، ما تتميكسا، ما والو، كي ترجع دايره البصل. بالنسبه للثوم ثاني، ما ديري وتجمدي الثوم، وكي يرجع لك ريحه الفريجيدير بالثوم بالنسبه للناس دير كميه كبيره. القصبر ثاني كانت ترحيه ولا تميكسي هكا، ترحيه في الاشوار وديريه في الكونجيلاتور يكحال. ثاني حاجه واحده اخرى بالنسبه لل راهم يديروا المكونات تاع الشوربه كيما نقولوا حنا، ولا حريره، دير اللحم، دير طماطيش، دير لي زيبيس، دير الحمص، دير البصل، بزاف.
يعني صراحة كثروا بزاف. علاه ما ديروش كل نهار بنهاره وتاكلوا حاجة مليحة وتطلق ريحة المرقة ولا ريحة الطياب في الدار؟ راهو رمضان هذا ماهوش فطر اللي عاجزين، ولا نوضوا بكري وديروا فطوركم من الزوج، ولا وديروا فطور وديروا بنة تاع رمضان، ريحة الطياب في الدار، ريحة مشي كلش صراحة تكونجلوه ولا شا تقعدوا ديروه. هي صراحة كاين شي صوالح ينقصوا التعب، وكاين شي صوالح ما همش في الصالح ابدا كاع. انه مثلا كيما نقولوا اللحم تقطعيه ولا تديريه عادي، مثلا اللي كيما راهم يديروا الرولي وتخافي منه فيه فرماج ولا فيه البيض، ولا ثاني ماهيش مواد اللي تتجمد، كيما اليقطينه ثانيه فيها الفرماج ولا تخافي ثاني من ذاك التجميد. الكروكيت وحدين شت انايا كروكيت تاع الروز بالطون بالفرماج صراحة ما همش مواد اللي تتجمد، سورتو انه الروز ما يتجمدش، ما يصبحش الطون كيف كيف الفرماج، فما بالك انك ديريهم 15 يوم ولا 20 يوم قدام رمضان. صراحة خواتاتي راكم تقتلوا في رواحكم، نقصوا هذه الحاجات. هو رمضان راني معاكم للعبادة والصلاة والتوبة، وانما مشي لهذه الدرجة تاع كل شيء تكونجلوه وانتوما احرار وكل وحده وش تبغي. نرجعوا للفيديو تاعنا. كيما شفتوا قطعت هذوك المكونات، درت مغرف صغيره تاع زعتر، مغرف صغيره تاع زرعة البسباس، مغرف صغيره تاع قزبر، درتها حبات كيما تشوفوا، مغرف صغيره تاع ملح، ما تكثروش الملح لانه كلش مالح. درت كاس تاع زيت عادي، عبرت بالكاس تاع ام وليد، ودرت كاس تاع زيت زيتون. شفتوا انا داك زيت زيتون تاعي كان جامد على بها، خلطته ومغرف صغيره ولا تكون تقريبا مغرف كبيره مش معمره مليح تاع عكري حلو كيما قلت لكم. الا ما بغيتوش اللون الاحمر تنجموا ديروا بالكركم، هذاك الناس اللي تبغي اللون الاصفر ديروا بالكركم عادي كيما رانا نشوفوا. كاينين وحدين يجي صفر وكاين يجي واحد احمر كيما انني درته. هما يا يديروا الهريسه اللي يخدموها في الدار، ولا سورتو حاجه الناس اللي تخدم في دارها كيما هاك الهريسه تاع الدار، ولا يديروا العكري الحلو، الهريسه تاع برا تاع بطاط ما صراحه ما تعجبنيش انا بزاف. انتوما وكيما تبغوا، يا ديروا العكري حلو يا ديروا الكركم، حاجه مليحه وصحيه يعني، ما تكثروش على رواحكم بزاف. خواتاتي ميمتي بنتي ان شاء الله بربي تشوفوا الطريقه والمقادير وتشتروا كاع هذه المكونات وتديروه في رمضان لوليداتكم ولا المائده تاع الافطار. خلونا جامع على الفيديو واشتراك في القناه.